Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va tranquille, alhamdoulilah. Je suis revenue avec vous avec une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Amiara TV. ما تنساوش اللي la première fois تشوف la vidéo تاعي دير لي جيم وتفعل الجرس هكذا وابونيو وخلوا لي كومنتير شباب كيما نتوما. بدون اطاله نجوزو لهاد الوصفه تاعنا اليوم اللي هي طاخت وبانان. بالنسبة للمقادير كما راكم تشوفوا نحتاجو 125 غرام تاع المارغرين، نحطو عليهم حبة تاع البيض ونزيدو عليهم رشة تاع الفانيليا ونزيدو عليهم زوج مغارف كبار تاع الزيت. من بعد هاد المقادير كامل نخدموهم بيدنا هكذايا وندخلوا البيض في هذيك المارغرين حتى وين دوبنا كامل المارغرين. بعدها نضيفوا عليهم 3 مغارف كبار تاع سكر غلاس، بيان سور نكونوا صيرناهم كاش دوغريم ولا يكونوا راحوا، ومن بعد نضيفوا عليهم تدريجيا 250 غرام كميه مضبوطه تاع الفارينه. فوالا 250 غرام فرينه، ونبقاو نسيو نطمو في لاباط تاعنا باش نعجنوها حتى وين تجينا هاد لا تكستور، ونغطيوها البنات ونخلوها ترتاح لو طون كو نروحو نوجدو لا كريم انجليز. بالنسبه لا كريم انجليز نسحقوا 60 غرام تاع المايزينا، بيان سور لازم تصيروها كلش نوزنوه. من بعد نزيدوا عليها 100 غرام سكر عادي، يعني لو سكر كريستاليزي اللي نشربوا به الحليب هذاك هو. دونك ومن بعد هنايا نزيدوا لها مغرفه كبيره تاع الفانيليا كما راكم تشوفوا هنا ناشف في ناشف. من بعد حبوباتي نزيدوا عليها نصف رطله تاع الحليب يكون بارد ماشي مغلى، وحبه كامله تاع البيض، وهنا كامل مازال ما حطيناهمش فوق النار. نخلطوا كامل هاد المقادير بارد في بارد، ومن بعد نروحوا نحطوهم فوق النار مع التخليط المستمر بالفوي. نبقاو غير نخلطوا باش ما تنحرقناش لا كريم باتيسير تاعنا وباش تجينا ليس. كي نشوفوها بدات ديرنا هذوك الفقاعات نبقاو غير نخلطوا ومن بعد نطفيو عليها وراهي واجده. فوالا حبوباتي. من بعد نجيبو هذيك لا كريم باتيسير تاعنا ديراكتومون نفرغوها في كاش ريسيبيون اللي يحمل درجه الحراره باسكو راهي سخونه. نفرغوها هكذايا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد هنا نزيدوا لها لاغوم اللي رانا حابينها، بانان، فريز، كيوي، يعني اللي راكم حابينها نتوما. فيكو انا راح ندير فيها البانان درت فيها لاغوم دو بانان. ومن بعد نجيب لو بابي سوفيريزي نحطو هكذايا، لازم نلصقو سوا مع هذيك لا كريم باش هكذا ما تربيليش هذيك القشره اللي تجيلي من فوق في لي كريم باتيسير. ومن بعد البنات هنايا خبيتها في الفريجيدير هذيك لا كريم ديالي، وهنايا راني نفتح في لاباط تاعي. جبت هاد المول كيما راكم تشوفوا، درت العجينه ديالي في المول وثقبتها افيك اون فورشيت ودخلتها للفرن على درجه 180 درجه، نطيبها الفوق والتحت او ميم طون. بعد ما بردت لي لا كريم انجليز تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا نزيد لها حوالي 40 غرام تاع المارغرين، ومن بعد نضربها تري بيان بالباتور ولا بالبيتران واش عندكم نتوما. نضربوها حتى وين تولي لي كريم باتيسير ولا كريم انجليز كيما تحبوا سموها. اللي تحب ترجعها اون كريم دبلومات قلت لكم شحال من خطره نزيدوا لها 4 مغارف كبار تاع بودره الشانتيي ونخلطوا مع هذيك لا مارغرين بالباتور حتى تولي لي اون كريم دبلومات. فيكو انا ما كنتش حابه ندير لها لا كريم شانتيي لا بودره شانتيي باردون، درت لها غير لاغوم دو بانان. فوالا طيبت لي فون دو تارت دياولي ومن بعد حمرتهم هكذا شويه ماشي بزاف، ومن بعد هنايا بديت نحط في لا كريم ديالي في لو فون دو تارت تاعي، ومن بعد استفت عليها كامل القطع تاع الموز تاعي. ومن بعد جبت الناباج ولا لا جولي، زدت على هذيك الناباج كنت دفيتها هكذايا في الميكرووند ولا في الكاسرونه تحبوا تدفوها كيما تحبوا، وزيدوا لها شويه لاغوم دو بانان او افيك ان بانسو تديروا لها هكذا كامل من الفوق باش الفاكهه تاعكم ما تكحللكمش وتشد لكم ان بون مومون او ميم طون تعطيكم ان غو يكون بنين يكون شباب. وهذه هي حبوباتي.
لا تخطوبانه نتاعي راهي واجده، راهي في شكل النهائي كما راكم تشوفوا، راهي تشهي، شهيتكم في الجنه، شهيتكم في الصحه ان شاء الله. اللي عجبتها الوصفه ما تنساش تجربها وتبعث لي لو روتور تاعها على صفحتي في الانستغرام اللي راهي في صندوق الوصف. فوالا حبوباتي، هنايا قسمت لكم هكذايا اون تارتولات صغيره باش تشوفوا كيفاش تجي طريه او ميم طون تجي تقرمش. دونك دوكو هاد لا روسيت قد ما تجي طريه قد ما تجي فيها لا كروستيونط لداخل. صدقوني لا بات تجي هشيشه ولا كريم تجي بنه ولا اروع. نتمنى انكم تجربوها وتنجح لكم وتبعتوا لي روتور تاعكم كيما قلت لكم حبوباتي. ما تنساوش جيم كومونتير وبارطاجيو لي لا فيديو. نقول لكم تهلاو في روحتكم، بقاو على خير.